أهلا وسهلا بيكم بفيلم جديد. فيلمنا النهاردة فيلم رومانسي وكوميدي وخيال علمي سوا. ياريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة ويلا علشان نبدأ. بيبدأ فيلمنا بجو تشاو جاو، امرأة عندها 30 سنة وعايشة في شنغهاي. كان عندها 12 سنة لما باباها المليونير مات في حادثة، واضطرت انها تسيب بيت طفولتها. ومن وقت ما بدأت تشتغل وهي بتحاول تجمع فلوس كفاية علشان تشتري البيت تاني، لكن شغلها الوحش مش بيدفع لها كويس. وبعد كده بنتعرف على لومينج، مصمم عقارات مش محظوظ، وهو بيدور بشدة على عميل علشان يستثمر في أفكاره، لكنه لسه ما نجحش لحد دلوقتي. في نهاية اليوم مينج وجو بيرجعوا لبيوتهم في نفس الحي الفقير، والغريب انهم عايشين في نفس الشقة وفي نفس العمارة. جو بتحط هدومها في الغسالة بينما مينج بيطبخ لنفسه العشاء، وبعد كده مينج بيبدأ يغسل الخضار في الحوض، وده بطريقة ما بيوصل لحوض استحمام جو، وبنفس الطريقة الليفة من حوض استحمامها بتكون في حوض مينج. والغريب ان هدومها وصلت في حلة الطبخ بتاعته وعشاءه هو في المكان اللي المفروض هدومها تكون فيه. طول الليل حاجاتهم بتنتهي في شقق بعض، لكنهم ما بيفكروش في الموضوع وبيخشوا علشان يناموا. الصبح مينج بيصحى على ضربة على وشه. أوضة جو اندمجت مع أوضته وبقت أوضة واحدة كبيرة. في الأول بيقلقوا وبيفكروا انهم بيتسرقوا، لكن بعدين بيفهموا حالة أوضهم واللي بتخليهم أكتر حيرة. برا شباك جو الجو مشمس، بينما جانب مينج بيمطر. الاتنين بيقفوا قدام بابهم اللي اندمج برضه. مينج بيروح الأول وبيفتح بابه. العالم برا كان طبيعي بالنسبة ليه، لكن بالنسبة لجو كان صادم. وبنعرف ان عنده 25 سنة وانه عايش في عام 1999. جو بسرعة بتروح لبابها، والمرة دي مينج بيبقى مندهش من العالم المتطور، وبيكون بسنة 2018، وبيبان انهم عايشين في نفس الشقة لكن في جداول زمنية مختلفة واللي اندمجت بطريقة مش معروفة. جو بتضرب مينج على وشه علشان تشوف لو كانت بتحلم ولا لأ، ولما بيوجعه بيكون واضح للاتنين ان مصائرهم تشابكت بدون اي تفسير ممكن. بيحاولوا يفتحوا الأبواب في نفس الوقت، وده بيسبب إن الشقة تندمج أكتر. وبعديها بيلاقوا إنهم ما بيقدروش يفتحوا باب بعضهم، وما بيقدروش يمشوا من خلال الباب للشخص التاني إلا لما الشخص التاني هو اللي يعمل كده. جو بتدرك إن في زمن مينج والدها لسه عايش. بسرعة بتروح لبيت طفولتها وبتشوف نفسها الصغيرة بتلعب مع والدها. المنظر بيخليها عاطفية جدا، ولكن لما بتحاول انها تقرب منهم الارض بتهتز وبتوقفها. وفي البيت مينج كمان كان عايز يشوف ايه اللي بيحصل له في المستقبل، وبدل ما يخرج جو بتديله اللابتوب بتاعها علشان يدور على نفسه على السوشيال ميديا. مينج بيبهر بالتكنولوجيا الجديدة، ولكن لما بيحاول يكتب اسمه الأرض بتهتز تاني. فبيعرفوا إنهم ما بيقدروش يتواصلوا مع نفسهم في المستقبل أو الماضي، علشان مش من المفروض إن يكون في اتنين من نفس الشخص موجودين مع بعض في نفس الوقت. وفي الليل جو بتشغل موسيقى على التليفون وبتطلب أكل عن طريق المساعد الشخصي AI، ومينج بيكون مبهور بكل حاجة التليفونات الجديدة بتعملها. وفي المشهد التالي مجموعة من رجال الأعمال والعلماء الأغنياء بيكونوا في اجتماع عن تحولات الأبعاد. العالم بيضرب مثال على طائرة اختفت لإثبات إنها سافرت عبر الزمن قبل ما ترجع لمكانها الأصلي، وبناء على بحثه اندماج الأبعاد اتكون بالفعل في المدينة، ودلوقتي كل اللي عليهم هو إيجاد إحداثيات المكان. رجل الأعمال بيخطط لاستخدام البوابة البعدية علشان يحقق ربح. ما بنشوفش وشه طول الاجتماع، لكن واضح انه بيمول البحث علشان يحقق ربح باستخدام الظاهرة دي. وفي الليل جو ومينج ما بيقدروش يناموا. جو بتتكلم عن وفاة والدها والأثر اللي سببه عليها، هي بس عندها ميداليته علشان تفتكره بعد ما البيت وكل حاجاته اتاخدوا من مقرضين الفلوس. اليوم التالي بيرجعوا لحياتهم الطبيعية من خلال جوانب أبوابهم المختلفة. جو بتدور على جوز غني يقدر يشتري لها البيت مقابل انها تتجوزه. بتروح مواعيد كتير مع رجالة لكن ما لقيتش حد مستعد يحقق رغبتها لحد دلوقتي. جو بتكون على موعد تاني مع راجل وبيبدو انه معجب بيها جدا، ولما بيسألها عن توقعاتها في العلاقة بتوريه عرض تقديمي افتراضي عن البيت. الراجل بيحس انه في اجتماع
مع وكيل عقارات، وده مش اللي بيدور عليه في أول موعد. وبعديها بتقابل راجل من تطبيق مواعدة وبتقوله شرطها للجواز، وهو بيوافق بكل سرور. وبيتضح إن الراجل ده عنده عمل زراعي ومليونير، وهو في ضعف سن جو، وبيتكلم بطريقة منحرفة لكنها بتقرر إنها تديه فرصة. وبيكون عاوز يدفع نص عربون البيت علشان يتسجل باسمهم هما الاتنين. بيروحوا للصراف الآلي علشان يسحبوا الفلوس. جو بتروح الأول وبتدي الفلوس للراجل قبل ما تبعته علشان يشتري زجاجة مية، لكن لسوء حظها بيتضح انه نصاب وبيهرب بفلوسها، فبتضطر انها تقعد برا البنك لساعات قبل ما الشرطة توصل وتحقق. ومينج من ناحية تانية بيستمتع بوجبة خفيفة داخل الحمام. بيسمع المدير التنفيذي لشركته ومديره بيتكلموا عن بيزنس قادم. وبعد ما المدير التنفيذي بيمشي، المدير تشاو بيكشف انه بيخطط يسرق كل فلوس المدير التنفيذي ويخليه يفلس. وبعد ثواني بيدرك ان في حد بيسمع محادثتهم وبيسحب مينج من تحت الحمام. وعلشان يخليه يسكت، تشاو بيعرض انه يقرضه فلوس اللي بيحتاجها بشدة علشان البيزنس بتاعه. مينج بيطلب شوية وقت علشان يفكر في الموضوع، وبعد شوية مينج بيروح للمدير تشاو اللي عايز يطرده. تشاو أدرك ان مينج ما عندوش اي دليل يثبت انه بيخطط لخيانة المدير التنفيذي، وبرغم كده بدل ما يتوسل لنفسه، مينج قلقان على المدير التنفيذي من الافلاس. تشاو بيقوله انه خاسر لانه بيفكر في الاخرين قبل نفسه. لو وصلتوا لحد هنا ياريت تضغطوا لايك وتدونا رأيكم في الكومنتات وتشتركوا بالقناة، ويلا علشان نكمل. وتاني يوم جو وهي في شغلها في محل المجوهرات بتصادف صديقة طفولتها شاويا، فبتتظاهر بانها زبونة غنية علشان تبان اكتر جاذبية لشياوا اللي متجوزة من مليونير. البنات بيتكلموا شوية، وطول المحادثة جو بتتفاخر بجوزها الملياردير اللي مش موجود. الأكاذيب بترجع بالسلب عليها لما شياويا بتدبر عشاء بين الزوجين في نفس الليلة. جو بتخلي مينج يلبس بدلة مستأجرة وبتاخده للعشاء. الأمور بتعدي بشكل جيد في النصف الأول قبل ما مينج يشرب من كوب التلج ويظهر علامة الإيجار في معطفه. وفي نهاية الليل الألماس المزيف اللي في إصبع جو بيقع على الموقد وبيدوب. جو بترجع البيت وهي بتعيط ومينج بيواسيها، وبعديها الاتنين بيتفرجوا على التلفزيون سوا. ولما برنامج عن تذاكر اليانصيب بيلفت انتباههم، تاني يوم بيجمعوا أرقام الفوز بتذكرة اليانصيب وبيشتروها في سنة 1999. وحتى قبل ما يتم الإعلان عن النتائج بيبدأوا يحتفلوا. جو بتاخد مينج في موعد بيلعبوا فيه ألعاب الواقع الافتراضي، وبيمشوا في المدينة وبيروحوا للبار في نهاية اليوم. بينسوا انهم مفلسين وبيشربوا اكتر مما بيقدروا يدفعوا. جو بتدي المطعم شنطتها الغالية وبتوعدهم انها هترجع الفلوس تاني يوم. تاني يوم الصبح بيصحوا على نفس السرير وبيكونوا متوترين علشان النهاردة هو اليوم اللي هيتعلن فيه نتائج اليانصيب. بيستنوا الاعلان بحماس وبيبقوا في قمة السعادة لما بيكسبوا اليانصيب فعلا. لكن الفرحة ما بتستمرش لان الرقم على بطاقتهم بيختفي بعدها مباشرة، وساعتها بس بيدركوا انهم مش هيقدروا يغيروا المستقبل بأي طريقة. فعشان كده بيتحيروا ليه مصائرهم اشتبكت. جو عمرها ما هتسترد شنطتها من المطعم وبتروح البيت وهي غاضبة. في الطريق الاتنين بيتخانقوا وبيسموا بعض أسماء، وفجأة بيلاحظوا وش مينج على لوحة إعلانات كبيرة. وهنا بيبان إن في سنة 2018 مينج غير اسمه لشيي وبقى واحد من أكبر البنائين في الصين، وبيمتلك شركة بملايين الدولارات وعلى وشك إنه يعقد مؤتمر صحفي في مكان قريب. مينج بيتصدم لما بيشوف مستقبله. جو اللي كانت بتخانقه من شوية بتبدأ تتكلم معاه في لطف. مينج بيروح المؤتمر وبيشوف نفسه في المستقبل وبيشوف شيي لأول مرة، لكن الحادث ده بيسبب زلزال والمؤتمر لازم يتلغي. شيي بيدرك اللي بيحصل لما مجموعة من الذكريات بتضاف لعقله. ذراع مينج بتتأذى وده بيخلق ندبة على ذراع شيي كمان، وده معناه إن أي حاجة يعملها مينج هتأثر مباشرة على شيي في المستقبل. وبنعرف ان رجل الأعمال واللي كان عاوز يربح من البوابة البعدية هو شيي. والعالم بيقول ان مينج لازم يرجع لحالته قبل ما يقابل جو، لأن الذكريات الجديدة ممكن تغير شخصيته وده هيأثر على شيي. وتاني يوم مينج بيروح لتشاو معاه خطاب استقالة، وبما انه متقدر ليه انه ينجح في المستقبل هو مش عاوز ياخد الفلوس من تشاو. وفي نفس اليوم شيي بيزور جو في شغلها وبيخرجها في موعد. بيقول لها انه عاوز يعملها بشكل كويس
علشان عارف انها كانت قريبة منه في صغره. على الرغم من ان مينج والشخص ده هما نفس الشخص، لكن جو مش بتحس بالراحة مع شيي زي ما بتحس مع مينج. بياخدها المطعم فاخر، لكن الجو بيكون محرج لجو، وفي نهاية الموعد شيي بيطلب منها تبتعد عن مينج علشان علاقتهم هتتسبب في تغيير هدفه الحقيقي في الحياة. بيعدها يشتري لها البيت اللي دايما كانت عايزاه مقابل ولائها. جو بتوافق تعمل زي ما قال، مش علشان البيت لكن علشان مستقبل مينج. بترجع البيت في الليل وبتحضن مينج وبتقوله انها هتنتقل، وكمان بتقوله ان شيي طلب منه ياخد عرض المدير تشاو. وتاني يوم جو بتنتقل من الشقة، لكن بالصدفة بابها بيبقى مفتوح بسبب مظلة، وده معناه ان مينج يقدر يروح لسنة 2018 حتى من غير مساعدتها. وفي المكتب المدير التنفيذي بيلقى تشاو عنده وبيكتشف خطته لخيانته. تشاو بيخاف وبيضربه قبل ما يخليه يشرب كحول، وده علشان يقتله ويخليها تبان وكأنها حادثة. وبعد سنين جو بتكون في بيتها وشيي بيجي عندها ومع الشنطة اللي كانت مضطرة تديها للمطعم. ولما شيي بيدير وشه، جو بتلاحظ علامة الإيجار على هدومه وبتدرك انه في الحقيقة مينج، فبتبوسه وبتودعه وداع حقيقي قبل ما يمشي. الاتنين بيعيطوا عارفين انهم مش هيشوفوا بعض تاني ابدا. ولما مينج بيوصل للبيت بيجيله تليفون من تشاو اللي بيطلبه على جسر، وهو عايز يستخدم مساعدة مينج لقتل المدير التنفيذي ويخليها تبان على انها حادثة. مينج بيرفض، لكنه بيقوله انه متورط في الموضوع وان الوقت فات علشان ما يقبلش. وهنا مينج بيعرف ان شيي اختار يساعد تشاو في الماضي، وده سبب نجاحه، وإن هو اللي استولى على منصب المدير بعد وفاة المدير التنفيذي وبنى إمبراطوريته على الدم. ومع الوقت بقى قاسي مع العمال واهتم بالفلوس بس. علشان كده هو شخص مختلف تماما عن مينج. الكون أعطى لمينج فرصة لاتخاذ القرار الصح المرة دي، وهنا بتحصل المفاجأة. مينج بيشوف ميدالية المدير التنفيذي وبيعرف إنه والد جو. كل الوقت ده جو كانت يتيمة بسبب القرار اللي أخده شيي، وعلشان مش عاوز يعمل الخطأ نفسه مينج بينقذ حياة الراجل. وبمجرد ما بيعمل كده شيي الشرير في سنة 2018 بيختفي، وده معناه إن مينج غير المستقبل. دلوقتي جو مش هتفقد والدها أبدا، وهتكبر وهتكون شخص تاني، وده برضو معناه إن جو الحالية هتختفي. وبعديها بنشوف جو ومينج يرجعوا لشقتهم في جداول زمنية مختلفة، ولما بيتقابلوا في النص جو بتختفي. وفي كده بينتهي الفيلم. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم قوي. باي باي.